مثل ولي العهد الأمير مولاي الحسن الملك محمد السادس في مراسم تشييع يتمان كونت باريس هنري دولاريان التي أجرت بعد زوال أمس السبت في كنيسة سالوي الملكية. ولدى وصوله إلى كنيسة سالوي وجد ولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي كان مرفوقا بوفد رسمي يضم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وشكيب بن موسى سفير المغرب في فرنسا في استقباله نجل الفقيد ولي العهد الأمير جان دولوريان. بعد ذلك جلس ولي العهد الأمير مولاي الحسن في الصف الأمامي للشخصيات الحاضرة إلى جانب الملكة صوفيا عاهلة إسبانيا والأمير إلفير أمير موناكو. وتميزت هذه المراسم التي جرت في جو رهيب والتي حضرها عدد من أعضاء الأسرة الملكية والأميرية، بالإضافة إلى تلاوة كلمة تأبينية بصلوات وأدعية وترانيم دينية تؤدى في مثل هذه المناسبات. عقب ذلك وقف ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمام نعش الفقيد قبل أن يقدم التعازي لولي العهد جان دولاريان دوك فوندوم وإلى أعضاء العائلة. وفي نهاية مراسم التشييع ودع ولي العهد الأمير مولاي الحسن عائلة كونت باريس قبل أن يغادر الكنيسة الملكية لسان لوي بدوره.